أستاذ دعم التربوية يغتصب 10 تلميذات بمولاي إدريس زرهون. تفجرت مؤخرا بمدينة مولاي إدريس زرهون ضواحي مكناس فضيحة اغتصاب أستاذ لتلميذات قاصرات. فحسب المعطيات المتداولة فإن جميع الشكايات المقدمة فاقت 10، جميعها من أولياء أمور فتيات دون 16 من عمرهن، حيث كنا يترددن على مركز لتقديم دروس الدعم قبل أن يربط معهم المتهم الأربعيني علاقات غرامية انتهت باستغلال جنسي وافتضاض بكارة. وأضافت المصادر أن الفضيحة طفت إلى السطح بعدما اعترفت فتاة قاصر لوالديها بتعرضها للاغتصاب من طرف المدرس المذكورة، حيث سارع إلى تقديم شكاية ضده لدى المصالح الأمنية عجلت بفتح تحقيق معمقة أسفر عن اعتقاله. هذا وقد مثل المتهم يوم منتصف الأسبوع الجاري أمام قاضي التحقيق، والذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن تولال بمكناس. نشكركم على حسن المتابعة.